في كل بيت مرأة تبكي على فقد وتصرخ حرقة أطفالي، في كل قلب أب حزين غصة يبكي ينادي زوجتي وعيالي، والشيخ يدعو ربنا قد هدنا حمل تنوء به متون جبالي، وصغيرة رأت الهلاك فأسرعت أمي ولا أم تقول تعالي. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان وثبت أقدامهم. متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. باسمكم وباسم البرنامج نرحب بسعادة الشيخ الدكتور حسن سلمان ضيف الدائم. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالمشاهدين. حياك الله. نذكر السادة المشاهدين أننا في صدد استقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية. بداية شيخنا دعنا نتكلم في طالع الأمر عن إرسال الله سبحانه وتعالى الرسل إلى الأقوام بشكل عام ومختصر، لنتوغل بعدها في أسئلة الحلقة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بالنسبة لمسألة الرسل مرتبطة بقضية مهمة جدا، وهي المقاصد الأساسية لوجود هذا الإنسان على وجه هذه الأرض، انطلاقا من قوله تبارك وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فالمقصد الأساسي لخلق هذا الإنسان أن يكون مستخلفا في الأرض، ومقتضيات هذا الاستخلاف أن يكون عابدا لله سبحانه وتعالى، وأن يعمر هذه الأرض: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكذلك قوله تبارك وتعالى: واستعمركم فيها. فمسألة العبادة والعمران هي المقاصد الأساسية لهذا الإنسان، ولكن لما كانت هذه مسألة الاستخلاف والتعبد لله عز وجل والعمران في الأرض يمكن أن تتباين فيه الأنظار وتختلف فيه النوايا وتختلف فيه كذلك الأحكام، والعقول قد لا تؤدي بالتفصيل إلى مقاصد ما يريده الله سبحانه وتعالى، فقد جعل الله سبحانه وتعالى هنالك روشتة مستمرة لهذا الإنسان، صح التعبير. هنالك كتاب يتنزل على ابن آدم بين فترة وأخرى، وهو عهد مع الله سبحانه وتعالى، بقوله تبارك وتعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنلاحظ أن الله سبحانه وتعالى تعهد لابن آدم منذ لحظة هبوطه إلى الأرض أنه سيتلقى الهدايات من الله سبحانه وتعالى، سواء كانت الهدايات التعبدية الشعائرية التي تعرفنا بالله سبحانه وتعالى، أو الهدايات المتعلقة بالتعامل الإنساني على وجه هذه البسيطة في علاقة الإنسان مع الإنسان أو في علاقة الإنسان مع الطبيعة. كل ذلك تأتي الرسالات لبيان ذلك بصورة مفصلة. فالهداية مستمرة منذ لحظة نزول آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك أول رسول ونبي لهذه البشرية هو نوح عليه السلام، لأنه هنالك حالة انقطاع، يعني بعد العهد عن الله سبحانه وتعالى وعن الرسالات وعن الاتصال المباشر الذي كان لآدم في البدايات. حصل نوع من الانحراف للبشرية عما أراد الله سبحانه وتعالى. يعني البدايات كانت طيبة، كان الناس أمة واحدة، أي على التوحيد، كانوا أمة على التوحيد وعلى الشريعة وعلى الدين وعلى الاستقامة. لكن مع طول الوقت حصل هنالك نوع من الانحراف، فبعد ذلك فبعث الله النبيين مبشرين
ومنذرين. فكانت البداية مع نوح عليه السلام، وبعثه الله سبحانه وتعالى في قومه، ثم جاء بعد ذلك هود، ثم جاء بعد ذلك صالح، وعلى كل تتابعت الرسل كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فتتابعت على كل عملية الرسل، ولكن هنالك على كل يعني طبايع لكل مرحلة إن صح التعبير. فهنالك مرحلة ما قبل إبراهيم عليه السلام لها خصائص وطبيعة معينة، يعني من حيث دخول مثلا منهجية الدولة وتعامل الحكم والسلطان والملك، وما بعد إبراهيم عليه السلام الذي دخلت فيه هذه المسألة بشكل واضح، خاصة فيما يطلق عليه في الدراسات الدينية بالأديان في منطقة اللي هي الديانات السامية صح التعبير، يعني في هذه المنطقة التي العراق وسوريا ومصر والجزيرة العربية، هذه المنطقة عموما بدأت معها مسألة الدولة ومنطقة الدولة ومنطقة الحكم. لكن قبل ذلك كان هنالك على كل الكثير من الرسل والكثير من الأنبياء، والله سبحانه وتعالى يقول بأنه يعني رسل بعضهم قصهم الله سبحانه وتعالى وبعضهم لم يقصصهم علينا. ففي كتاب الله سبحانه وتعالى هنالك 25 رسول ذكروا بأسمائهم، ولكن الأنبياء والرسل أكثر من ذلك بكثير، لأنه لا توجد أمة على وجه هذه الأرض إلا وبعث الله سبحانه وتعالى فيها رسول وأنزل إليها كتاب، ولكن ما أعلمنا به هو قليل جدا مما لم يعلمنا به جل جلاله. إذا لم يترك الله سبحانه وتعالى الناس بلا رسل في أي فترة من الفترات. نعم، أقول لم يترك الله سبحانه وتعالى الناس بلا رسل في نعم، لم يترك الله سبحانه وتعالى. يعني هنالك طبعا الرسل في تتابع، لكن يحصل أحيانا حالة الفترة اللي حالة انقطاع بين النبي والنبي، ممكن هذه تحصل، لكن لا يتركهم فترة طويلة لا يكون فيها مطلقا هداية رسالية. طيب إذا بشكل تفصيلي أكثر شيخنا، دعنا نتحدث عن بني إسرائيل، من هم وما هي قصتهم وما هو النبي أو من هو النبي الذي أرسل له؟ هو الأنبياء الذين ذكروا في كتاب الله سبحانه وتعالى الغالب فيهم سبحان الله أنهم أرسلوا إلى بني إسرائيل. بنو إسرائيل ينسبون إلى إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام، ويعقوب هو ابن إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم. لذلك تلاحظ بأن الرسل بعد إبراهيم كلهم أولاد إبراهيم. ما قبل إبراهيم ينسبون إلى نوح وقد ينسبون إلى آدم. الاتصال على كل قد يكون اتصال مباشر عبر نوح وقد لا يكون، هذه مسألة طويلة. لكن بالنسبة بعد مجيء إبراهيم عليه السلام فالرسل جميعا انحصروا في ذرية إبراهيم، وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى قد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، فجعل الله سبحانه وتعالى النبوة في ذرية إبراهيم. ثم في ذرية إبراهيم انحصرت الشجرة كذلك الغالبة. بعد إبراهيم عليه السلام كان الأمر محصور في إسحاق عليه السلام ويعقوب، يعني يعقوب ثم يعقوب بن إسحاق ثم يوسف عليه السلام، ثم تتابع بعد ذلك أبناء يعقوب، فنسبت بنو إسرائيل لهذا النسب اللي هو لإسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام. وإسرى هو الاسم متكون تقريبا لغة عبرية، هي متكون من شقين، إسرى وإيل. فإسرى إما أنها عبد، وإيل هي الله، عبد الله أو صفي الله، وهكذا. فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، نسبت إليه هذه المجموعة التي تسمى الآن أو تسمى تاريخيا ببني إسرائيل. فبعث الله إليهم يعقوب، وبعث الله إليهم يوسف، وبعث الله إليهم بعد ذلك موسى، وبعث الله إليهم عيسى، وبعث الله إليهم داود وسليمان وزكريا. هذه المجموعة كلها من الأنبياء بعثت لبني إسرائيل. جميل. نعم. طيب ما هي المعجزات التي جاء بها الأنبياء لبنو إسرائيل؟ طيب قبل المعجزات بس يهمنا شيء بسيط جدا عن قضية بني إسرائيل، لأنه سيساعدنا في تفهم هذه الحالة. طبعا جميل. إبراهيم عليه السلام باعتباره أبو الأنبياء، وهو أب لإسماعيل وأب لإسحاق، فهو أب لمحمد عليه الصلاة والسلام، وأب كذلك لأنبياء الذين هم أبناء إسحاق. إبراهيم عليه السلام تحرك في العراق والشام ومصر والجزيرة العربية اللي هو منطقة الحجاز، هذه كلها تجول فيها إبراهيم عليه السلام. فبعض أبنائه إسماعيل تحديدا نشأ في الحجاز اللي هو في مكة المكرمة، نشأ هناك وتربى وتزوج، وسلالته ظلت في هذه المنطقة.
بالنسبة لإسحاق عليه السلام سلالته تحركت في منطقة الشام ومصر، فكانت تتجول ما بين ما بين الشام وما بين مصر، ودخلوا مصر تحديدا في الفترة التي دخل فيها يوسف عليه السلام وتولى فيها الملك. ثم قصته معروفة في سورة يوسف، كيف أن يوسف كان السبب الأساسي لدخول بني إسرائيل إلى مصر. ثم ظلت هذه الأسرة شريكة بشكل أو آخر في الملك، باعتبار يوسف عليه السلام ظل داخل هذه السلطة على كل، يتولى رئاسة كما يقولون رئاسة اقتصادها وإدارته وإدارة الشأن الاقتصادي. لكن حصل في فترة من الفترات أن بني إسرائيل تعرضوا لنكبة كبيرة جدا في أسرة من الأسرة الفرعونية التي ظهر فيها فرعون المعروف في القرآن الكريم، فتعرض على كل بنو إسرائيل لنكبة كبيرة جدا وإشكالات، فبعث الله سبحانه وتعالى لهم الرسول الذي أراد أن يحررهم وأن يخرجهم من دائرة العبودية إلى دائرة التحرير، ومن دائرة الإشراك بالله إلى دائرة التوحيد، ومن دائرة الانحلال والاستضعاف والذل إلى دائرة العزة والكرامة، ومن دائرة البقاء في مصر إلى دائرة أخرى يقيمون فيها دولتهم وهي في منطقة الشام. جاء موسى عليه السلام كما تفضلت بالعديد من المعجزات. هذه المعجزات من خلال التتبع لكتاب الله سبحانه وتعالى نحتاج أن نجمع في القراءات. يعني مثلا القرآن الكريم يتكلم عن 9 آيات بينات، أن يعني بعض الآيات تبين أن موسى عليه السلام بعثه الله سبحانه وتعالى ب9 آيات. لكن لما تتتبع أنت معجزات موسى عليه السلام ستجدها أكثر من 20 بل تقارب 30. فكيف نوفق بين الأمرين؟ كيف أنه والله هنا يقول لنا 9 آيات بينات، وهنا يقول لنا في مجموعة أخرى من البينات؟ جمع على كلنا المفسرون بين هذه المسألة، فقالوا بأن 9 بينات هي كانت لفرعون وقومه. 9 بينات كانت لفرعون وقومه، بدءا من اليد والعصا. طبعا أكبر معجزتين لموسى عليه السلام هما العصا التي يرمي بها فتتحول إلى أفعى وتتحول إلى ثعبان، قصة طبعا معروفة جدا في العديد من آيات الكتاب العزيز، واليد التي يضعها في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء. طبعا في طه قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، والثانية واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. هاتان الآيتان هما الآيات الأعظم بالنسبة لموسى عليه السلام. ولكن بعد ذلك هذه المباشرة، يعني أول آية تقريبا كانت واضحة لموسى عليه السلام موضوع العصا وموضوع اليد، لأنه خاطب بها فرعون مباشرة، وفرعون تعامل مع الأمر بأن والله هذا سحر. والقصة على كل في سورة طه كيف أنه جمع السحرة، وكذلك بقية السور، لأن موسى عليه السلام قصته من أكثر القصص تقريبا ورودا في كتاب الله، وردت في 20 سورة من كتاب الله، أكثر من 130 تقريبا موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى يرد موسى، وترد قصة موسى عليه السلام في 20 موضع، وترد قصة بني إسرائيل فيما يقارب 16 موضع. فأنت أمام حشد كبير جدا لقصة موسى عليه السلام. بالنسبة لبينات موسى عليه السلام، هنا لا بد أن أشير إلى أن موضوع البينات ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت بينات مادية، يعني لا بد أن يكون العنصر المادي فيها هو حاضر. وبالتالي ستلاحظ بما أن البينات مادية هي مفصولة عن الكتاب، يعني بينات موسى مفصولة عن كتابه، يعني لن تجدها في الكتاب. بينات عيسى عليه السلام مفصولة لأنها مادية، هي حالة علاج طبي ويحيي الموتى ويكتشف، يرى ما وراء الجدر إن صح التعبير، أشبه ما يكون بالتكنولوجيا المعاصرة الآن التي يعني وصلتها البشرية الآن. فنلاحظ بأن فكرة البينات أو موضوع البينات لدى الرسل جميعا كان ماديا. صالح عليه السلام الناقة، موسى عليه السلام العصا واليد، عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص إلى غير ذلك. فعلى كل البينات كانت بينات مادية، وبالتالي تنتهي حالة الإعجاز المادي مع موت الرسول. نعم. إلا ما كان من آثار بعد ذلك كالتابوت وغيره، لكن الحالة تنتهي. يعني العصا لن تجد بعد ذلك من يرث العصا، واليد تنتهي مع موسى عليه السلام. إذن موسى عليه السلام آتاه الله سبحانه وتعالى ليكون له إعجاز بالنسبة لفرعون وقومه 9 آيات، اللي هي ذكرنا منها موضوع اليد وموضوع العصا. ثم هنالك مجموعة آيات ذكرت كذلك مثل القمل والضفادع والدم والجراد
والسنين، هذه كلها أيضا آيات أوتيها موسى، ولكن آيات مفصلات، يعني كانت تأتي بين فترة وأخرى، كلما احتاج إلى واحدة أحيانا يطلب منه أن يرفع الله منهم شيئا معين ثم يكفرون بعد ذلك، وهكذا. فكل ما كان لموسى عليه السلام كآيات موجهة إلى بني إسرائيل وإلى فرعون وقومه كانت 9 آيات. هنالك نوع آخر لبني إسرائيل خصهم الله سبحانه وتعالى به من المعجزات. يعني من ضمن المعجزات مثلا شق البحر. نعم. هذه المعجزة قد تكون لبني إسرائيل وكذلك لفرعون وقومه، شق لهم فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هنالك بينات أخرى مثل بينة الطعام الذي كان بنو إسرائيل تقريبا يتمتعون بنمط خاص من التعامل، وهو أنهم يطلبون طعاما يأتي إليهم جاهزا من السماء، أو يأتي إليهم بطريقة سهلة جدا وميسورة. كذلك الغمام الذي كانوا يستظلون به، كذلك إحياؤهم بعد الموت، كل هذه كانت عبارة عن معجزات بالنسبة لي بني إسرائيل. البقرة التي ذبحت أيضا هذه نوع من أنواع الإعجاز. فبالنسبة لي بينات بني إسرائيل بعيدا عن فرعون وقومه هذه كثيرة، أكثر ربما من 9 آيات التي كانت لفرعون وقومه. طيب، 9 بينات وغيرها من البينات والمعجزات التي جاءت بني إسرائيل، كيف قابلوها؟ كيف وجدوها؟ هل آمنوا بها؟ هل كذبوا؟ مشكلة بني إسرائيل يعني من خلال الوصف القرآني ستلاحظ أن هذا العنصر عبر التاريخ كانت له مشكلة مع أنبيائه. يعني لو أخذنا موسى عليه السلام ظلت مشكلته معهم قائمة حتى انتقاله. تصور أنت سبحان الله هذه البينات المتتابعة، أنت ترى العصا، وأنت ترى اليد، وأنت ترى السنين العجاف ثم التحول، وأنت ترى القمل والضفادع والدم ويخرج منها بالدم، ترى كل ذلك. ثم ترى بعد ذلك يخرج بك هذا الرسول ويهلك الله عدوك بأن يبتلع البحر فرعون وجنوده فيهلكهم الله سبحانه وتعالى، ثم يعبر بنو إسرائيل إلى الضفة الأخرى من البحر ويعيشون مع رسولهم. ولكن سبحان الله بنو إسرائيل دائما كانوا في ريبهم يترددون، يعني دائما في إشكال. يعني الرسول معهم وهم يطالبونه بإيه؟ أرنا الله جهرة. يعني فكرة الإيمان بالغيب بالنسبة لهم مشكلة. لماذا؟ لأن بني إسرائيل منذ نشأتهم عنده سيطرة الحالة المادية فيه حاضرة، فهو لا بد الله لا يستطيع أن يتعامل معه تجريدا، لا بد أن يلمسه محسوسا، يقول أرنا الله جهرة. ولما كان هذا الضغط سبحان الله بالنسبة لموسى نفسه عليه الصلاة والسلام، رأينا كيف أنه قال ربي أرني أنظر إليك. هنالك ضغط كبير جدا شكل هذه الحال، حتى أن موسى نفسه طلب أن يرى الله سبحانه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إذن هذه البينات وهذه الآيات المتتابعة للأسف الشديد يعني نجد أن بني إسرائيل لم يكونوا بمستوى هذا الإكرام وهذا التفضيل. وربما واحد من عوامل التفضيل الكبرى أن هذه الآيات البينات وهذا التعامل الإلهي المباشر، صح التعبير عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ستلاحظ أن التعامل الإلهي المباشر قد لا يكون فيها حاضر بنفس القوة التي حضر فيها مثلا الوضع مع بني إسرائيل. يعني يطلبون شيئا فيأتيهم بشكل مباشر، نريد مائدة من السماء كما قالوها لعيسى عليه السلام مثلا. فهذه المجموعة اللي هي مجموعة بني إسرائيل مشكلتها أنها كانت مشكلة مع الله ابتداء في أنهم عندهم إشكالية كبيرة جدا في الإيمان به. فمثلا لما يروا والله قوما يعكفون على صنم لهم يقولوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ويميل إلى فكرة التجريد، في فكرة التشخيص وليس التجريد، إنه الله يريد شيئا محسوسا ملموسا يرونه. ولذلك لما لم يجدوا ذلك مع موسى عليه السلام، رأينا كيف أنهم تورطوا في هذه المسألة من خلال العجل، فعبدوا
عبد العجل. فبنو إسرائيل مشكلتهم مع البينات لم تكن بالمستوى المطلوب، وكثير منهم، وإن كان الله سبحانه وتعالى حكى، وهذه طبعا من عدل الإسلام وعدل العدالة الإلهية، أنه لم يعمم. ففي بني إسرائيل طائفة مقتصدة مؤمنة بالله، مؤمنة بالرسالات، قائمة آناء الليل أطراف النهار تتلو التوراة وتتابع موسى عليه السلام، لكن الغالبية فيهم كانوا على غير الجادة ولم يكونوا بمستوى التحدي. ولذلك نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فالتفضيل الإلهي هو تفضيلا في زمانهم بطبيعة الحال، فضلهم على عالم زمانهم وعلى بشرية زمانهم، فهم أفضل الناس في ذلك الوقت، ومع ذلك لم يقابلوا هذا التفضيل بالشكر ولم يقابله بالتسليم لله سبحانه وتعالى، بل دائما كانوا في مشكلة. فلو أخذنا شيء بسيط مثلا في مسألة البقرة، عندما قالوا يعني قال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لاحظ كيف تعاملوا معه، ما لونها، ما شكلها، ما أكثر الأسئلة. أيوه، حتى أخيرا قالوا بعد ذلك: لقد جئت بالحق. أصلا من البداية هو جاء بالحق يعني، لكن مع ذلك هم لا. فالشاهد أن بني إسرائيل لم يتعاملوا مع البينات الإلهية كما ينبغي، ولو أن هذه البينات ربما بعثت لأي شعب ولأي أمة من الأمم لكان الوضع مختلف جدا، لكن للأسف بني إسرائيل. ثم أيضا كانت مشكلتهم بالإضافة إلى عدم التجاوب مع البينات، كان عندهم مشكلة في التبديل والتحريف، فأوتوا أيضا تحريفا وأوتوا تبديلا والعياذ بالله. فالله عز وجل مثلا يقول: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يقول حنطة. فتبديل في الكلمات، تلاعب بالألفاظ، استهزاء بالله، استهزاء برسله، العناد المستمر، عدم التجاوب مع أحكام الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قل لا، لن ندخلها ما داموا فيها، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فعندهم مشكلة كبيرة جدا. أضف إلى ذلك أيضا أضافوا إلى التحريف والتبديل وعدم الاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى وعدم التجاوب مع الأحكام الشرعية، أضافوا إلى ذلك الإفساد في الأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإشكالية بني إسرائيل أنهم يتصفون بالعلو في الأرض إذا مكنهم الله، ويتصفون كذلك بالإفساد فيها والعياذ بالله. طيب، نستأذنكم فاصل قصير سمعت. للحديث بقية متابعينا الأفاضل، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في، معدل الترميز 30000. الصحابة رضي الله عنهم خرجوا من مكة إلى مدينة مهاجرين، خرجت عوائل، لكنهم أين نزلوا؟ نزلوا في بيوت الأنصار. بيوت الأنصار كانت جدا متواضعة وكانت صغيرة، بل بعض الأنصار كانوا فقراء. عاشت تلك الأسرتين في تلك البيوت، جلسوا شهر، شهرين، 6 أشهر. لكن ما الذي يلفت النظر هنا؟ الذي يلفت نظرك أنه لم تحصل في هذه البيوت
أي مشاكل أسرية، لا بين الأطفال ولا بين النساء ولا بين الرجال. أتدري لماذا؟ لأن المهاجرين حينما هاجروا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، والأنصار يحبون من هاجر إليهم. إذن هذه البيوت بنيت على الإيمان وعلى المحبة، وهذا يولد النقاء والصفاء والتعايش والأخوة. تفهم من هذا يا أخي أنه لا يمكن أن تستقر داخل بيتك وأسرتك ويكون بيتك من البيوت المطمئنة إلا إذا كان فيها الإيمان وبنيت على هذا الدين وعلى المحبة. فاللهم نسألك رضاك والجنة. عدنا لكم أيها السادة المشاهدون بعد هذا الفاصل القصير. نذكر أننا في صدد استقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية. طيب، عودا على بدء شيخنا الفاضل، يقول البعض أن الملكية التاريخية لأرض فلسطين تعود لليهود. ما علاقة اليهود بدءا ببني إسرائيل وما علاقة أرض فلسطين تحديدا بهذه القضية؟ نعم، طبعا موضوع ملكية الأرض في التصور الديني على الأقل التصور الإسلامي أن الأرض لله سبحانه وتعالى يورثها من يشاء من عباده. ثم كل شعب سكن أرض واستوطن فيها وأقام فيها فله الحق والأولوية بالاستخلاف العام. يعني البشرية كلها مستخلفة في الأرض، ثم يكون هنالك استخلاف خاص على أرض معينة دون أرض. فمثلا قد يستخلف الله سبحانه وتعالى المسلمين على أرض الحرمين ولا يستخلف غيرهم. الاستخلاف الديني هنا لا أتكلم عن الاستخلاف العام. الاستخلاف الديني مثلا أن أرض الحرمين قضت في الرسالة الأخيرة أن لا يكون فيها دينان، فمن يقطن أرض الحرمين تحديدا منطقة الحجاز مثلا يكون من أهل الإسلام. هذا يسمى الاستخلاف الخاص. بالنسبة لبني إسرائيل لا بد أن النظر في موضوع الملكية إلى ثلاث جوانب تاريخية، ثلاث جوانب وعوامل مهمة جدا. العامل الأول هو العامل التاريخي. تاريخيا هذه الأرض لها سكان ولها شعب ولها من يقطنها عبر التاريخ. يعني منذ 7-8 آلاف سنة تقريبا قبل أن يأتي بنو إسرائيل كان هنالك الكنعانيون يقطنون هذه الأرض، وهم طبعا عبارة عن شعب ينتسب على كل إلى العرب، كانوا يقطنون هذه الأرض. وبنو إسرائيل أو أبناء إبراهيم عليه السلام جاءوا وهم يعبرون كما ذكرت، جاءوا وعبروا من العراق ثم أقاموا شيء في الشام ثم بعد ذلك دخلوا إلى مصر. فبنو إسرائيل نشأتهم الحقيقية، يعقوب وأبناؤه على وجه التحديد، كانت نشأتهم وين؟ كانت النشأة في مصر ولم تكن في فلسطين. ثم بعد ذلك أراد الله سبحانه وتعالى، وهنا بالاستخلاف الديني الآن ننتقل من الاستخلاف التاريخي إلى الاستخلاف الديني. الاستخلاف الديني أخرجهم الله سبحانه وتعالى من مصر لإقامة شرعه ودينه في الأرض المقدسة والأرض المباركة، فلسطين، أرض فلسطين. في فترة موسى عليه السلام لم يستطع هؤلاء الدخول إليها باعتبار أنهم قالوا والله اذهب أنت وربك فقاتلا، فحصل هنا حالة انقطاع لمدة 40 عام لم يستطيعوا الدخول إلى الأرض المباركة المقدسة التي أمرهم الله سبحانه وتعالى هي بيت المقدس الدخول إليها، حتى جاء بعد ذلك تلميذ موسى عليه السلام يوشع بن نون. وفي التيه، مرحلة التيه هذه كلها بعد 40 سنة نشأت أجيال جديدة. هذه الأجيال استحقت أن تحمل رسالة الله سبحانه وتعالى مع من هو دون موسى،
لكن الشعب ارتقى. يعني شعب بني إسرائيل في فترة موسى كانوا أضعف من حالهم مع فالقائد وحده لا يكفي. هذا أهم درس. يعني القيادة قد تكون قمة في الروعة، لكن أحيانا الشعب ليس بمستواها، فلا تستطيع القيادة الملهمة والقيادة النبوية والرسالية أن تقود شعبا هزيلا لا يستطيع أن يصل. فجاء من هو دون موسى في الفضل والعلم وكل شيء والقيادة حتى، ولكن استطاع أن يدخل بهم إلى بيت المقدس. هنا قامت لبني إسرائيل ممالك، قامت لهم مملكة، أكثر من مملكة تقريبا، مملكة في الجنوب ومملكة في الشمال، ثم كانت أعظم ممالكهم في فترة موسى وداود عليهما السلام. إذا دخل بنو إسرائيل إلى هذه الأرض بالاستحقاق الديني وليس بالاستحقاق المعروف بقضية التملك. يعني ملكية الأرض أصلا لها أصحاب، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يخرج هؤلاء ويدخل بني إسرائيل. طيب، بهذا الاستحقاق الديني لو ذهبنا الآن بالمنطق الديني وهو كذلك، يعني المنطق الديني الذي ورث به بنو إسرائيل الوضع في البيت المقدس، بنفس هذا الاستحقاق الديني جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمة النبي صلى الله عليه وسلم وورثت أن الأرض لله يورثها من يشاء. فأورث الله سبحانه وتعالى الأرض المقدسة والأرض المحرمة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانت لبني إسرائيل كانت لبني إسرائيل الاستحقاق الديني. فلما فشلوا ولم يقوموا بالرسالة على الوجه المطلوب، انتقلت الرسالة من بيت إسحاق إلى بيت إسماعيل، صح؟ من سلالة إسحاق إلى سلالة إسماعيل عليه السلام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم. هنا إذا أرادوا بالمنطق الديني المحض فالموضوع وجودهم في هذه الأرض منسوخ، لن يكون لهم بعد ذلك استحقاق ديني. لماذا؟ لأن الاستحقاق الديني بعد ذلك لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خلينا نجي للاستحقاقات المعاصرة. أو قبل أن نأتي، هل كان لهم الاستحقاق الديني إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس بلازم، لأنه أصلا مملكتهم تلاشت، فبعث الله لهم من يسومهم سوء العذاب. وبعد داود عليه السلام وبعد سليمان حصل فيهم تفتت وحصل فيهم تمزق، وورث هذه الأرض غيرهم فأخرجوا منها، وظلوا بعد ذلك مشتتين في الأرض، لأنه قضى الله سبحانه وتعالى أن يوزعوا وأن يشتتوا وأن لا يجمعهم بعد ذلك جامع. فحتى الاستحقاق بهذا الاعتبار، الاستحقاق نفسه لو افترضنا أنه ظل من ناحية دينية، لكنهم لم يكونوا بمستواه، فورث الأرض غيرهم من عباد الله في الاستخلاف العام. يعني هؤلاء الذين جاءوا بالاستخلاف العام، لم يأتوا باستخلاف ديني، خاصة بخت نصر وغيره ما جاء باستحقاق ديني، لأنه ربما كان حتى من غير أهل الإسلام بالمعنى الديني. فسلط الله سبحانه وتعالى عليهم من يسومهم سوء العذاب، وهذه السنة تلاحقهم إلى يوم القيامة، كلما طغوا كلما أفسدوا تلاحقهم هذه الحالة. على كل، هنالك مسألة مهمة وجديدة حتى أيضا تكون الصورة واضحة. لو افترضنا أن بني إسرائيل لهم استحقاق ديني، أي بني إسرائيل هؤلاء؟ نعم، هذا كان سؤال مهمة جدا. نعم. يعني لو فرضنا أن والله لبني إسرائيل الحق في هذه الأرض، ليسوا كل من هب ودب من أهل الشتات، هم سلالة إسحاق وسلالة يعقوب، وهؤلاء كما الآن نسبتهم في هؤلاء اليهود الذين جاءوا من بلدان شتى، ستجد أنه لأن ديانة بني إسرائيل في الأصل كانت ديانة قومية ولم تكن ديانة عالمية. أين الاستحقاق يذهب لهذه القومية من سلالة لو افترضنا صحة الادعاء، فهي ستكون أولى بها بنو إسرائيل الذين ينتسبون إلى سلالة يعقوب عليه السلام. وبالتالي اليهود الذين انتسبوا بعد ذلك من الأمريكان والأوروبيين والروس والأوكرانيين ودول الشتات من الحبشة واليمن، كل هؤلاء لا علاقة لهم بما يتكلمون عنه من الاستحقاق ديني. فهذه مسألة مهمة جدا، لأن رسالتهم كما قلنا كانت رسالة قومية اللي هي يا بني إسرائيل، فما كان أصلا لهم الحق في دعوة غير اليهود إلى الديانة اليهودية. وطبعا هذه إشكالية كبيرة لا زالت تواجه اليهود في أنه والله من هو صاحب الاستحقاق الديني أصلا لقضية اليهودية، يعني هل ينسب غير أبناء إسحاق مثلا إلى هذه الديانة أم لا؟ هذه قضية على كل حتى في داخلهم تشكل الكثير من المشكلات. لكن هنالك نقطة أخيرة حتى نخرج من قضية الاستحقاقات. بعد ذلك طبعا هذه الأرض تسلمها المسلمون، وعاش المسلمون على هذه الأرض 1000 عام، بل 1300 عام. منذ متى؟ منذ لحظة دخول عمر بن الخطاب ودخول المسلمين في الفتح الإسلامي
استلموا طبعا دمشق في البداية، ثم بعد عامين أو ثلاثة استلموا فلسطين. في فترة أبو بكر الصديق حصل فتح الشام، ثم في فترة عمر استلموا بيت المقدس، وفتحت بيت المقدس واستلم مقاليدها عمر بن الخطاب، مع أن الاستحقاق الديني يبدأ من لحظة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الإسراء والمعراج بالأنبياء جميعا وتسليمهم له بالقيادة من خلال عملية الصلاة التي تمت في المسجد اللي هو المسجد الأقصى. هذه اللحظة هي كانت لحظة لحظة الاستلام الديني بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من الأنبياء. فالاستحقاق الديني هنا حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه أما الأنبياء جميعا في هذه الليلة. لكن الفتح الحقيقي بدأ مع عمر بن الخطاب، وظلت هذه المنطقة طبعا هي منطقة الصراع بطبيعة الحال، باعتبار أن الكل يزعم أنه صاحب استحقاق فيها. النصارى يزعمون ذلك باعتبار ميلاد المسيح، اليهود يزعمون بأن قامت لهم ممالك في هذه الأرض إلى غير ذلك. لكن من ناحية واقعية إذا اعتبرنا أنه والله تجاوزنا الاستحقاقات التاريخية، لأنه أيضا من حقنا أن نتساءل هل منطق الاستحقاق التاريخي سيسري على كل الشعوب؟ يعني مثلا هل الآن الأمريكان الذين يتواجدون على الولايات المتحدة الأمريكية يحق مثلا لأصحاب الأرض الأصلية اللي هم اليهود أن يقولوا بأن هؤلاء الأمريكان المتواجدين في هذه الأرض ليسوا أصحاب استحقاق؟ عمليا خلاص لاحظت؟ نعم. فحتى نعمل نفس القضية ونذهب بعد ذلك إلى كل أرض ذهب فيها قوم ولم يكونوا فيها أصلاء، أن يأتيك واحد بصك قبل 2000-3000 سنة ويقول لك والله أنا هذه أرضي، هذه أرضي. هذه كلها إشكالات على كل لا تصح. وبالتالي الخلاصة التي أريد أن أصل إليها 1300 عام هذه الأرض لها سكانها ولها شعبها يتوارثونها، وكل واحد فيهم عاش فيها لفترات طويلة جدا، ولم يكن لليهود ذكر في هذه الفترة، ولم يطالبوا لا باستحقاق ديني ولا باستحقاق تاريخي ولا وضع يد على الأرض، يعني لم يكونوا أصلا موجودين. ولو وجدت مجموعات، مع أني حقيقي جلست مع كثير من الباحثين حول أن اللحظة التي زعم فيها هؤلاء أنهم أصحاب أرض، هل كانت هنالك فئة من اليهود موجودة على الأرض الفلسطينية؟ الذي علمته من الناحية التاريخية حتى لا يوجد لهم وجود. بدأ التواجد في اللحظة التي فكروا فيها من خلال العطية الخبيثة للأسف الشديد التي منحتهم إياها بريطانيا، وهي عطية من لا يملك لمن لا يستحق. منحتهم هذه الأرض وقالت لهم بأن والله سنعمل لكم وطن اسمه فلسطين، أن تتواجد. حينها بدأوا في التكاثر والتواجد، ومنذ لحظة 48 خاضوا حرب مع أهل الأرض الأصليين، وطبعا كان بدعم بريطاني ودعم غربي، وأخرجوا أهل الأرض الأصليين. من هذه اللحظة هنالك وفق حتى القوانين الدولية هنالك شيء اسمه الاحتلال، اللي هو احتلال الكيان الصهيوني على هذه الأرض، وشعب هذه المنطقة منذ ذلك الوقت وهم يقاومون ويجاهدون ويكافحون حتى يحرروا أرضهم. طيب يعني حتى الاستحقاق الديني الذي كان لدى بني إسرائيل منذ أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم سقط. نعم كله. أنا أقول هنالك صراع بين كلمتين صح التعبير، بين كلمة أمة أخرجت للناس وكلمة أدخلوا عليهم الباب. أقول كلمة أخرجت التي جاءت في سياقها وزمانها ومكانها، هذه الأمة أخرجت من مكة والمدينة إلى الحجاز، ومن مكة إلى الشام وإلى العراق، فجاءت كلمة الله أخرجت لتنسخ كلمة الله ادخلوا التي قيلت في سياقها وزمانها. نعم، ما بين ادخلوا وأخرجت هي الآن الصراع. كلمة الله أخرجت للناس قائمة إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. كلمة ادخلوا عليهم الباب التي كانت في وقتها استحقاق ديني نسخت بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. طيب ما الحكمة من اختيار أرض فلسطين لمثل هذه الصراعات؟ على كل سبحان الله موضوع الاختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، هذه طبعا تقع ضمن الاختيار المكاني. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأرض أرض مباركة وجعلها أرض مقدسة، فهي أرض مقدسة وأرض مباركة. والأرض المقدسة ترتبط بالتسبيح، والأرض المحرمة ترتبط بالتحميد وإلى غير ذلك. فسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد، فالتسبيح والتقديس يرتبط بالأرض المقدسة. فهي على كل باركها الله سبحانه وتعالى وجعلها مهد الرسالات ومهد الأنبياء، وجعلها سبحانه قلب العالم، بحيث والله الكل فعلا يتدافع ويتصارع في هذه المنطقة. وبالتالي من يحكم فلسطين يحكم العالم عمليا. يعني المسلمون عندما فقدوا فلسطين مباشرة فقدوا السيادة العالمية.
ظلت بعد ذلك السبحة كما يقولون تفكك وتنفرض. فمن يحكم فلسطين وهكذا سيكون. واللحظة التي يستعيد المسلمون فلسطين ويستعيدون المسجد الأقصى فإن ذلك فيه الريادة العالمية إن شاء الله. طيب، ما الموقف من الأحداث الجارية الآن في غزة وفي فلسطين؟ نعم، طبعا الأحداث الجارية الآن هو عبارة عن شعب ذكرنا أنه شعب تحت الاحتلال، ومن حق هذا الشعب الذي تحت الاحتلال اغتصبت أرضه، انتهكت أعراضه، نكد عليه في عيشه. لا زال هذا الشعب محاصر بكل ما تعني الكلمة. ليس لليهود كلمة حتى فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، فهنالك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنص على إقامة الدولتين. ودخل بعض الفلسطينيين مثلا في هذا الجانب ظنا منهم بأنه والله يقيمون دولة على حدود على الأقل 25 إلى 20% من الأرض الفلسطينية، ومع ذلك يبخلون عليهم بال20% هذه، مع أن الفلسطينيين محمود عباس وجماعته طبعا كثير من الفلسطينيين يرفضون ذلك، لكن حتى الذين ذهبوا إلى أوسلو ورضوا بأن يقيموا معهم اتفاق سلام حتى يتعايش الشعبان الفلسطيني وهؤلاء المعتدين على جزء من الأرض الفلسطينية وغالب الأرض الفلسطينية، نلاحظ حتى هذه لم 30 سنة الآن ونحن في هذه المشكلة. إذن أهل فلسطين يلاحظ بأنه ليس هنالك أمامه إلا الكفاح، ليس أمامه إلا الجهاد، ليس أمامه، وهذه شريعة الله ابتداء، وحتى الفطرة الإنسانية تقول بأن من اعتدى عليك في بيتك يجب أن تخرجه بكل وسيلة وتدفعه بكل ما يمكن أن يدفع به. فالذي حصل في يوم 7 تقريبا أكتوبر أن إخواننا على الأرض الفلسطينية خاصة في قطاع غزة جهزوا أنفسهم ورتبوا أحوالهم، ومعركتهم كما ذكرنا متراكمة ومتطاولة وتقريبا مستمرة، لم تقف في يوم من الأيام. لأنه بعض الناس يتصور يقول لك من بدأ الحرب؟ طيب الحرب ما كانت بادئة في خلال ال4-5 سنوات الماضية كلها، الانتهاكات على المسجد الأقصى وضرب الشعب الفلسطيني في هذا كله ما جزء واحد. يعني ليش أنت تفصل غزة عن الضفة؟ فالانتهاكات المستمرة والاعتداءات المستمرة ورفع شعارات هدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل مكانه، كل ذلك جعل المقاومة الفلسطينية تنظر إلى أن هنالك مخاطر كبيرة جدا. أضف إلى ذلك هنالك محاولة لشرعنة دولية اللي هو مسألة التطبيع، إن والله يتجاوز هذا الشعب وقضيته وصولا مباشرة إلى إدماج هذا الكيان المغتصب في المنطقة العربية والإسلامية حتى يكون كيانا طبيعيا عاديا يتم التجارة معه والتعامل معه والدبلوماسية معه، وتتلاشى القضية الفلسطينية. على كل ما فعله الإخوة المجاهدون والمقاومون على أرض فلسطين هو أنهم قاموا بحق مشروع بالهجوم على هذا الكيان القاصب، وسجلوا عليه انتصارا كبيرا جدا في يوم 7. لكن بعد ذلك طبعا ما نراه الآن هي ردة فعل كبيرة جدا، وكشفت هذه الأحداث. أولا كشفت الولايات المتحدة وكذبها حول ما كانت تزعم بأنها رائدة العالم وبأنها وسيط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إذا بها تنحاز مباشرة الكيان الصهيوني. وإلى يومنا هذا تقريبا في مجلس الأمن هي من يدافع عنه وتعطي تقريبا هذا الكيان الكرت كما يقولون الأخضر في أن والله الكيان الصهيوني يفعل ما يشاء. دكوا المساجد، دكوا المنازل، دكوا تقريبا نصف غزة، وقتلوا الأطفال. يمكن القتل الآن وصل أكثر من 10,000 قتيل، ثلثيهم من النساء والأطفال. فحاليا حقيقة ما يجري في هذه اللحظة هو جريمة مكتملة الأركان على مرأى ومسمع من العالم، على مرأى ومسمع من الولايات المتحدة التي كما ذكرت هي تزعم بأنها رائدة النظام الدولي، على مرأى من الاتحاد الأوروبي كذلك الذي تواطأ في يوم من الأيام ومنح هذه المجموعة هذه الأرض بغير حق وانتزعها من أهلها. الواجب علينا في هذه اللحظة التاريخية هو النصرة والتأييد بكل ما تعني هذه الكلمة، سواء بالنفس أو بالمال أو بالكلمة أو بالتحرك الدبلوماسي أو بالتحرك الإعلامي. المهم الآن هو وقف هذه الحرب العدوانية التي تقاد الآن على الشعب الفلسطيني وتقتل الأبرياء. وللأسف الشديد هنالك طبعا مشكلة كبيرة جدا نواجهها نحن في هذه اللحظة التاريخية، وهو أننا لسنا أمام أنظمة قادرة على أن تمثل شعوبها وتدافع عن شعوبها وتدافع عن أمتها وتدافع عن كرامة هذه الأمة. هذه رأيناها في القمة العربية والإسلامية الأخيرة التي عجز فيها للأسف الشديد الزعماء العرب والزعماء المسلمين من أنه يوقفوا على الأقل هذه الحرب، بل أن يفتحوا معبر رفح الذي هو تحت سلطانهم. للأسف الشديد هذا الذي يجري، لكن الواجب حقيقة كبير تجاه إخواننا في فلسطين. شكرا لك دكتور حسن. الخير. شكر موصول لكم أنتم متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان على حسن الاستماع والمتابعة. نكرر الشكر لضيفي الدائم فضيلة الشيخ دكتور حسن سلمان. الله يجزيك الخير. أهلا وسهلا. الله يعطيك العافية. للحديث بقية انتظرونا في نفس الموعد من كل أسبوع
هذا عبد الرحمن محي الدين يحييكم، وإلى حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.